أنا مش شيخ ولا جاي أدي فتاوى وأقول لك الصح والغلط بشكل مطلق. أنا شاب زيك عايش نفس التشتيت ونفس الضغط ونفس الأسئلة اللي جواك. زمان كنت فاكر إن الطريق واضح، لكن مع الوقت اكتشفت إن قد إيه الواحد ممكن يضيع وسط الزحمة دي. أنا فتحت القناة دي مش علشان فلوس ولا شهرة، ومش مستني لايفات ولا أرباح، وعلشان كده أصلا ما بفتحش لايفات ولا بطلب منك تتفاعل مع الفيديوهات. مش لأن الفكرة غلط، لكن لأن كل تركيزي على الرسالة مش على التفاعل. زمان كنت بهتم بالمونتاج، بالصور، بالرسومات، علشان أخطف البصر وأشد الانتباه، لكن دلوقتي كل الكلام ده مش شاغلني. اللي يهمني إن الكلام يوصل حتى لو بسيط. وبصراحة أنا بحب يوتيوب أكتر، لأنه في فكرة بتتسمع للنهاية، مش سحب سريع يضيع وقتك من غير ما تحس. مش بقول ده صح وده غلط، بس كل واحد فينا لازم يسأل نفسه أنا وقتي بيروح فين وحياتي رايحة على فين. وقبل ما أكمل عاوز أشكر كل الناس البسيطة اللي متابعاني. مش شكر مجاملة والله، لكن شكر لأنكم حاسين بقيمة الرسالة وبتدوا لها معنى إنها تكمل. واللي يهمني بجد إن الرسالة دي ما تموتش حتى لو وصلت لواحد بس فكر في ربنا، فكر في الآخرة، رجع يصلي، رجع يراجع نفسه. فأنا والله العظيم عندي ده نجاح وفوز كبير جدا، مش عايز غيره. وبس كده يا مؤمن. سلام.